اهلا وسهلا بيكم. احنا اتكلمنا على النوعين الاكثر شيوعا في موضوع المياه الزرقاء. في نوع كمان ممكن يحصل في الاطفال الصغيرين اللي هو النوع الخلقي في الاطفال حديث الولاده او في السن الصغير، وبيبقى عباره عن عيب خلقي في العين بيؤدي الى ارتفاع ضغط العين. ممكن يجي في عين واحده، ممكن يجي في العينين الاثنين. اعراضه بتبقى ان القرنيه بتاعت الطفل واللي هي السواد بتاع العين بيبقى بيكبر زياده عن اللازم، واحيانا ساعات الطفل بيبقى مش قادر يفتح عينيه، بيبقى الطفل مش قادر يفتح عينيه وفي تدميع مستمر وفي عدم احتمال للضوء. ممكن الحاجات دي في البدايه تلفت نظرنا ان احنا نبص عليه، ممكن نحتاج نفحصه ونبص على قاع عينه. ساعات الفحص ده يحتاج ان هو يبقى واخد زي مخدر عشان يتشاف، وبيتم تشخيصه. والحالات دي بيبقى التدخل مبدئيا بيبقى فيه تدخل جراحي فيها. ساعات لما بيجي في عين واحدة ممكن يبقى فيه فرق في شكل العين، ان في عين القرنية بتاعتها والسواد بتاعها كبير عن عين تانية، فساعات ده يلفت نظر الام: يا دكتور شوف ابني حضرتك انا عينيه عين كبيرة وحلوة والعين التانية حجمها صغير، فانا عايزك تعالج العين الصغيرة دي عشان يبقى حجمها كبير زي التانية. هو فعلا بس هو بنلفت النظر ان العين الكبيرة دي هي العين اللي فيها حالة مرضية، والعين اللي حجمها صغير دي بتبقى في الغالب هي دي العين اللي حالتها طبيعية. دي بس الأعراض البسيطة اللي بتحصل وبتلفت نظرنا إن احنا نبص على عينين الأطفال. وعشان كده احنا بنقول دايما الكشف الدوري في الأطفال عند 6 شهور، عند دخول المدارس 4 سنين، وطبعا بعد كده عند 40 سنة، ثم تباعا بعد كده. وألف سلام على حضراتكم، شكرا.